احنا كلنا عندنا وحش جوه قلبنا، طاقة غريبة، حاجة لو استغليناها ممكن تغير حياتنا بالكامل. السؤال بقى ازاي تكشف الوحش اللي جواك ده، طلعه بأكبر صورة ممكنة في السنة الجديدة 2025. اهلا بيكم في حلقة جديدة، معاكم يوسف عصام. هدفنا في القناة دي ان احنا نساعد بعض، ان احنا نطور مهاراتنا ونحقق اهدافنا الكبيرة. في الحلقة دي هنتعلم ازاي نطلع القوة اللي جوانا، وازاي نعمل خطة محكمة عشان تطلع النسخة الأقوى ليك في السنة الجاية. وخلينا نبدأ. خلينا اسالكم، هل مريت قبل كده بفتره ان انت مش قادر توصل للي انت عايزه؟ خليني اقول لك ان احنا كلنا في نفس الآلة، لكن السر في الوصول للهدف هو انك تطلع الوحش اللي جواك باسرع وقت ممكن. وانا متاكد انكم هتلاقوا افكار قويه هتساعدكم في المشوار. كل واحد فينا عنده وحش داخلي، الوحش ده مش شرير ولا عنيف، دي مجرد طاقه كامنه جواك. كل واحد قوة روحية لما يكون عنده إرادة تطلع. شغف وعزيمه وحلم وهدف انت بتحطه وعايز تحققه. خليني اقول لك ان الوحش ده مش هيبان بسهوله، هو غالبا بيكون مغطى بالخوف او بالقلق والتردد اللي انت فيه. لكن السؤال المهم هو ازاي هتكشف. سر هو انك هتبدا تفهم ان انت مش مقيد بقدراتك الحاليه. زي ما بيقولوا مش مهم دلوقتي، المهم انت رايح فين. زي مايكل جوردن اللي اترفض في اول مشواره لكنه ما استسلمش وفضل يحاول علشان يكون الافضل. الوحش اللي جواك مستني منك بس خطوه واحده، هو انك تبدا دلوقتي. خليني اقول لك، انت جاهز تطلع الوحش اللي جواك ولا؟ لو جاهز خليني اقول لك الخطوات اللي هتبدا بيها. الموضوع محتاج شويه خطوات بسيطه جدا لكنها فعاله. اول حاجه المفروض تعملها هو انك هتحضر عقلك، هو انك مش ثابت زي ما انت، لا انت قادر على النمو والتحرك. وده اللي بقول عليه عقلية النمو. كل يوم اسأل نفسك ايه العادة اللي ممكن اعملها النهارده وتضيف ليا وتطور منها. ممكن تبدأ بحاجة بسيطة، هو انك مثلا تقرأ 10 صفحات بس في اليوم، او تتمرن بس لمدة 10 دقايق. العادات الصغيرة دي هتكون بداية كويسة جدا للتطور. خطط زي الوحوش ما بيحبوش الاهداف الكبيرة المبهمة، علشان كده قسم اهدافك الكبيرة لخطوات صغيرة. لو هدفك مثلا في السنة الجديدة 2025 انك تتعلم مهارة جديدة او تبدأ البيزنس الخاص بيك، قسم الهدف ده لشهور، والشهور دي قسمها لاسابيع. مثلا لو عايز تبني بيزنس اونلاين ممكن تبدا تقسم البيزنس اونلاين ده ممكن هيبتدي ازاي. يعني عندي مثلا لما جيت بدات ماي ستور، جيت قسمت البيزنس ده يبدا من منتجات، اعلانات، لصفحات، ازاي الموقع بتاعي هبدا ابنيه. بعد كده بدات اكتب محتوى يعزز من قيمه المشروع بتاعي. من اهم الخطوات العمليه اللي لازم تخرج بيها الوحش اللي جواك هو انك تركز. الوحش ما بيحبش الفوضى، عايز تركز لازم تبعد كل المشتتات اللي عندك. جرب تقنية العمل المركز اللي بتعتمد على 90 دقيقة من العمل الدائم، التركيز الشامل لمدة 90 دقيقة في حاجة معينة انت بتخطط لها او شغال عليها. بعد ال 90 دقيقة دي خد راحة 10 دقايق وابدأ كمل تاني، لأن ده بيديك راحة وبتكون أنت داخل في حالة انغماس كامل في العمل اللي أنت فيه ده. في السنة الجديدة ممكن تمر بتحديات كتير وأغلبنا بيمر بيه، لكن المهم هو إزاي هتواجهها زي الوحوش. التحدي الأول بالنسبة لك هو إنك هتكون خايف. الخوف حاجة طبيعية جدا، لكن الوحش اللي جواك بيحب يتحدى الخوف. لو بتحس انك خايف استغله لصالحك. كل فشل هو درس وكل تحدي هو فرصة. ومن اهم العوامل اللي ممكن تدمر الوحش اللي انت عايز تطلعه التشتت. زي ما قلت لك اهم واحدة هو انك هتركز القدرة بتاعتك من ان انت تشتغل 90 دقيقة. الناحية التانية التشتت، انت لو شتت نفسك كده انت بتدمر الوحش اللي بتخرجه. لازم تخلق بيئة تساعدك على التركيز، لازم يكون عندك علاقات تساعدك على التركيز والنمو. خلي عندك خطوات وخليك متاكد ان انت مش بتشتت نفسك بحاجه تانية. بمعنى انا بدات في مشروع دلوقتي حاليا، طول ال 90 دقيقه اللي انا بدات فيها في المشروع ده هو تركيز تام للمشروع ده فقط. او على المدى البعيد انت على مدى اسبوع حطيت خطه لنفسك، الاسبوع ده اخليه كله بتطوير الجرافيك مثلا او تطوير اعلانات البراند. الاسبوع ده كله ما ينفعش تشتته باي حاجه تانية خارجيه. وبرده من اهم العوامل اللي ممكن تدمر الوحش اللي انت عايز تطلعه هو الاحباط. هو انك بعد فتره معينه مش بتلاقي نتيجه فبتضطر الزامي ان انت تحبط، ما بتكملش في الحاجه دي، مع انه ممكن الخطوه الاخيره اللي فاضله لك دي هي اللي تحقق لك الهدف بتاعك. خليك عارف ان مفيش حد وصل لاي قمه من غير الوصول لاي تحدي. مفيش حد مشي بسهوله كده والطريق مشي معاك. الوحش ما يحبش العمل السريع. وكان اكبر مثال بالنسبه لي ان انا في سنه 2023 لما جيت بدات في فتره من الانغماس التام في تعلم لغه جديده، هو اني كنت عايز الاقي نتيجه مرضيه ليا في اقرب وقت ممكن. الوحش ما بيحبش العمل السريع، بيحب العمل المستمر الدؤوب على طول، وهو اصلا السر في التطور. زي ما بيقول نابليون هيل، الرغبه الواضحه هي اساس النجاح. كل يوم هتكون اقوى بفضل عاده صغيره جدا. انت لو بداتها النهارده هتلاقي نفسك بعد سنه كامله في مكان تاني خالص. الوحش اللي جواك استحاله يظهر لو انت ما اتحركتش. لازم تتحرك وتبدا تحط خطه عمليه بحيث على الاقل تكون عارف انت ماشي فين، مش مجرد سنه جديده. احنا
احنا بنستنى ننام عشان نصحى نقول هنبتدي بدايه جديده، ولما بنصحى بنروح الشغل وبنستنى نروح الشغل عشان نقول هنبتدي بدايه جديده، وفي اول الاسبوع بنستنى يوم الجمعه الاجازه عشان نبتدي بدايه جديده، كل اول شهر بنستناه عشان نبتدي بدايه جديده، وهكذا وهكذا وهكذا. بنستنى كل سنه ونقول دي بدايه جديده. فهي مش مجرد بدايه، هي تحديد ليك انت هتمشي ازاي. مش بالضروره تبتدي 1/1/2025، لا انت بتبدا تحط خطه وتبدا تنظم انت الشهر بتاعك هيمشي ازاي والاسبوع هيمشي ازاي. ولو الحلقه دي افادتك قول لي ازاي هتقدر تطلع الوحش اللي جواك، وايه الاهداف اللي انت عايز تحققها في السنه الجديده. متنساش تشارك الحلقه دي مع اقرب الناس ليك اللي ممكن تحس ان هم هيستفادوا بيها. في الحلقه اللي جايه اتكلم عن اهم طرق النجاح اللي وصل ليها اغلب رواد الاعمال. خليكم دايما في الطريق اللي بيوديكم للوحش بتاعكم، ونشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.